قال الله سبحانه وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. الله سبحانه وتعالى ملي كنسعاو كيرزقنا، وإلا ما سعيناش ما عندنا والو. داكشي علاش كلنا كنقولوا يا ربي تسهل علينا، يا ربي تسهل علينا، ولكن خاصنا نعرفوا ان الاسباب ضروريه. السلام عليكم بيضا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. فيديو جديد ونهار جديد. الفيديو ديال هذا النهار كما العاده شويه ديال الروتين، وندردشوا انا وياكم شي شويه. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. هاد الهضره هادي اللي غادي نقول لكم اليوم موجهه لكل بنت او لكل امراه كتسمعني وكتفكر في حياتها وكتفكر في المستقبل ديالها وكتقول واش انا كنمشي مزيان ولا غير كنضيع الوقت. بغيت نقول لك حاجه مهمه، راه ما كاين حتى حلم كيوصل ليه الواحد بلا تعب، ولكن في المقابل ما كاين حتى تعب كيمشي هكاك بلا الاجر. الله سبحانه وتعالى قال: وان ليس للانسان الا ما سعى. يعني السعي ديالك محسوب، والخطوات الصغيرة ديالك راه معروفة عند الله. ولكن السعي ما يعنيش نضغطوا على راسنا، ما يعنيش اختي تقتلي راسك وتجرتلي راسك باش توصلي للهدف ديالك. السعي هو انك تخدمي وتوقفي من اللي تحتاجي توقفي. الخدمه ما كنعنيش بها انك تخدمي على اي حاجه، اي هدف عندك في حياتك. الاهداف راه ماشي دائما كيكونوا الاهداف مالي، راه ضروري كيكونوا الاهداف مختلفين. والهدف اللي كنبغيوه وكنعرفوا راسنا اننا الا نضنا وسعينا وراه راه نقدروا نحققوه. خاصنا نبداو وديك الساعه ملي نحس براسي عييت نوقف ومن بعد ان شاء الله نعاود نرجع نكمل ونكون مطمئنه. شوفوا سيدنا يوسف عليه السلام من بعد سنين ديال الصبر، ملي ولا مسؤول على الخزائن، ما قالش الله غادي يعاون صافي غير نجلس نرتاح ما كاين حتى مشكل. لا، دار تنظيم، خطط، خدم، دار الاسباب باش ملي يجي الوقت الجفاف يكون الخير موجود. وهنا كنشوفوا واحد الدرس كبير. الايمان ماشي انك تجلسي وتستناي، الايمان هو انك ديري السبب وقلبك عامر بالثقه في الله. راه توازن هو السر، لا افراط ولا تفريط، لا كسل ولا ضغط. ما نضغطوش على راسنا باش نوصلوا لشي هدف. نقدروا نوصلوا لهذا الهدف ونوصلوا لذاك الحلم اللي كنا كنحلموا به ونلقاو صحتنا مشات في التفكير. وعلاش اختي؟ اول حاجه نهتم بها هي صحتي. الصحه اختي ما كتباع ما كتشرى. النهار غتمشي لك صحتك حتى الفلوس الا كانوا عندك ولا وصلتي الاهداف ديالك وصلتي الاحلام ديالك ما غيرجعوش لك صحتك. الا كانت عندك صحتك تكيسي عليها وخدمي على راسك، تعلمي، خططي، طوري من نفسك، ولكن ما تحقريش راسك. ما تقوليش انا ما درتش شي حاجه، حتى حاجه ما درتها، ما كاينه هادي، ما عندي هادي، ما عندي. ما كاينش اللي لقاها كيبغاها. والكمال عمرك تقلبي عليه، الكمال لله سبحانه وتعالى. انت عليك بالسعي والصبر ومدبرها الله. الله كيدبر لك من حيث لا تحتسبين. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني الرزق ماشي غير الفلوس، الرزق راحة، الرزق فرصة، الرزق الناس المزيانين اللي كانوا دايرين بك، الرزق طمأنينة في القلب. ولكن خاصنا نفيقوا راسنا. بعض المرات كنحتاجوا لراسنا يفيق راسنا، بعض المرات كنحتاجوا لواحد التوقيطه. ما نضيعوش الايام ديالنا غير ناسين بلا صلاه، بلا الاهداف، بلا محاولات. واسمحوا لي غادي نقولها لكم، هذيك راه ما حياه معيشه ما توزع، عرفتي؟ الا ما كانوش عندك هاد ثلاثه، انك عندك هدف في حياتك وباغا توصلي ليه، اكثرهم صلاتك، ما كنتيش كتصلي اختي، قطعتي صلاتك وما كتصليهاش وانتي قلتي كتقولي لي انا عايشه، هذيك اختي راه معيشه. نقولها لك من هنا، ما تفرطوش في صلاتكم. اكثر حاجه ما تفرطوا فيها هي صلاتكم، هي اللي كتلجأ اليها ملي كيكون قلبك مقبوط عليك، ملي كيكون عندك التفكير كتلتجئي للصلاه، كترتاحي فيه، كتسترتاحي فيه، كتسترخي فيها. ثانيا يكون عندك هدف في حياتك، ما كاينش شي واحد عايش بدون هدف. الا سعينا على وديت الاهداف ديالنا عمرنا غادي نندمو، داك التعب كامل عمرنا غادي نندمو عليه. ولكن امتى غادي نندمو؟ ملي غنلقاو راسنا دازو سنين
ودازوا الايام ودازوا الشهور على العمر ديالنا وما حققنا فيه حتى شي حاجه، ما درنا فيه لا هدف، ما درنا فيه لا انجاز، ما حيت عاده سيئه كاينه فيا، ما شديت في صلاتي، ما حتى شي حاجه. راه هذا هو اكثر حاجه غتندمي عليه. نحاولوا نعيشوا لحظات زوينه، نمتعوا راسنا بما يرضي الله بداك الشيء اللي كيرضي الله سبحانه وتعالى، ولكن ما نساوش المستقبل. حاولي تحلمي، ولكن خلي الحلم مربوط بالعمل، حيت الحلم بوحديتو ما كافيش، داكشي اللي كتحلمي به ضروري انك تسعي وراه. نعمر وقتنا بداكشي اللي غادي ينفعنا في حياتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز. يعني ديري اللي تقدري ليه وطلبي العون من الله سبحانه وتعالى. نرجع معكم الروتين ديالنا شي شويه. هنايا درت كاس مع عمرش ديال السكر، ودرت 2 ديال البيضات، ودرت واحد الفاني نحرك مزيان. هنايا درت نص كاس ديال الزيت، ما كنكثرش انا الزيت. وهنا غادي ندير 2 كيسان عامرين ديال اللبن، وغادي نحرك مزيان. وغادي ندير واحد ياغورت ديال الفاني. كتجي هاد البسبوسه كتجي زوينه. درت هنايا كاس مع عمرش ديال الدقيق، وهنايا درت تقريبا 2 كيسان ونص ديال السميده. ملي كتخليها ترتاح شي شويه راه كتعقد. صافي درت معلقه ديال الكوك. عندكم بزاف، انا خليت شي شويه بغيتو للتزيين. الا عندكم بزاف ديروا حتى 2 معالق، الكوك كيجي فيها زوين. صافي من بعد درت 2 خمارات. ايوا صافي غادي نحركها مزيان وغادي نديرها في المول ديالها، وغادي نديرها في الفران 180 درجه. ايوا صافي اختي، نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالك وتكوني استمتعتي معايا في هذا الفيديو، ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. ايوا اختي، هذا هو الفيديو ديالنا. هنايا غادي نوجد معكم السيرو. غادي ندير كاس مع عمرش ديال سنيده، وواحد الفاني، وكاس ونص ديال الماء، وغنغليو فوق البوطه. وصافي هنا غادي نسقي به كامل، غادي نكبو كامل غير ما تصورش ليا، طفات ليا الكاميرا. وهي البسبوسه ديالنا وجدات. نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم، وبسلام عليكم. فيديو جاي ان شاء الله. باي باي.